اقول لحضرتك حاجه، محافظه الغربيه او السلطه قاعد ب 700 جنيه يعملوا ومقسم بقسمتي ومفيش حاجه معاك حق. اقول لحضرتك حاجه، احنا محافظه الغربيه على فكره برضه محافظه مغلقه. يعني ايه مغلقه؟ يعني مفيش امتداد سكني، يعني ظهير صحراوي ليه؟ حضرتك مساكن الاوقات بتاعت العجيب فيها يجي 8 9 عمال فاضيين. خلي بالك في ناس كتيره يعني زي وزيك ملايين طالبين. انا بقول لك يعني عمال فاضي. ما انا عارفه، ما انا بقول لك يعني محتاجين فوق العدد ده كمان عشان توصل لك الخدمه دي. محتاجين فوق العدد ده اعداد واعداد واعداد من الايه؟ اهم اعداد من السكن. احنا ما عندناش، هو لو في وحدات ممكن توصل لك او ممكن توصل لغيرك، لكن يوم ما توصلكش هتقول اشمعنى وصلت لده وما وصلتنيش. بس خلينا واقعيين، كم واحد مقدم على المساكن دي؟ ملايين. فما انا اولويات بقى اللي متجوزين اللي بقى كده يبقى للشباب. يبقى ده اسمه، احنا بفكر في ضمن البرنامج عمل ظهير صحراوي لمحافظة الغربية عشان يعمل لنا مناطق سكنية، مناطق صناعية. احنا برضو بنفتقد المناطق ده كان معمول يا استاذ، كان معمول الظهير دهوت ايام محمد الفخراني وايام المحافظين، لكن احنا عايزين نقوم ده بقى، ننشط الكلام ده ويبقى على الفعل على الواقع بقى، لان ده موجود اصلا. هو موجود بس اتاخد يعني مننا فوق حماده. احنا عندنا الظهير الصحراوي فوق حماده، لو خدناه هيفتح لنا الظهير الصحراوي. كان من ايام ماهر الجندي كان مفتوح الظهير الصحراوي، مش عارف ايه اللي وقفه. دي حاجه. موضوع كمان مهم جدا برضه يبقى في برنامج حضرتك، اللي هو الايجار بالمده او السكن بالمده. ده مشكله جدا. تمام. يعني ده مشكله احنا بنعاني منها لاولادنا. يعني ابني لما يقعد سنه ولا سنتين ويشيل عفشه، يعني عفش يبقى جديد وعريس جديد يتكسر في الطالع والنازل، ما يتبقاش منه شيء. والايجار القديم برضه مشكله. يعني دي تبقى خلي بالك، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. زمان احنا كنا بنتنقل من بيت لبيت بسهوله. ما انا بقول لحضرتك من بيت لبيت بسهوله، يعني ما كانش حد، كنا عمليه الايجار بتبقى سهله وبسيطه. دلوقتي مشكله الايجارات ان هي عاليه جدا. المفروض رينج الايجار، ايوه ما انا عارف، انا عارف ايوه. يا ريت يبقى برنامج حضرتك ده مهم جدا. خلاص بقى 1000 جنيه افتكر. انا ده منين ونعلم منين مش مشكله. يعني ولما ياخد 1500 جنيه في الشهر يوميا مثلا يعمل ايه ب 500 جنيه بقى الباقي؟ اكل منين وتصرف على عندك 6 بنات اهو. يعني دي برضه من ضمن البرنامج خلي بال حضرتك ان مشاكل الشباب كلها انا عارفه والله، بس انا عندي برضه من المشروعات هي مشكله عامه. هي مشكله عامه يا جماعه، هي مشكله عامه. في اسهمنا قوانين لتحديد سعر الايجار. يعني الايجارات لازم تتحدد قانونيا. كمان الايجار القديم لازم ما يبقاش فيه ضرر ولا ضرار. ما هو الناس برضه بيبقى عنده بيت ملك ومش عارف يتجوز ابنه مثلا، ما هو ده برضه فيه ضرر. ده حقيقي. كذلك الناس اللي ليهم بقى ايجار جديد، ده لازم تتحدد ليه سعر معين او تسعيره معينه بحيث يبقى فيه مساواه ويبقى فيه قدره للشباب ان هو برنامج بقى حضرتك يقدر المشاركه مع الزملاء اللي ان شاء الله باذن الله لما تخش كده البرلمان ونقعد على الكرسي. تمام. يبقى ده برنامج هنيجي نطالبك ونقول لك اللي احنا قلناه لك ما نفذتوش. تمام ماشي تمام. ده من ضمن البرامج. طبعا برضو من ضمن البرامج احنا بنقول برضو قله الامكانيات دي. من ضمن البرنامج بتاعي المشروعات الصغيره. طبعا احنا عارفين وزاره القوى العامله، هل احنا بنستفيد من وزاره القوى العامله بحاجه؟ ولا لها اي لازمه. ولا لو عملنا وزاره زي وزاره المشروعات الصغيره. احنا دلوقتي كجمهورية مصر العربية بنستورد حاجات كتيرة ملهاش لازمة. يعني ممكن تلاقي انت نفسك البيبسي اللي احنا بنشربه ده على فكرة بنستورده. انت عارفين سعره كام؟ نعم. يعني بيمثل ثمن البترول اللي السعودية بتصدره خام. تخيلوا احنا بنستورده جاهز، يعني بنستورد ازايز بيبسي بسعر بترول السعودية بتصدره خام. يعني شوف احنا بنفيدهم بطاقة وهم بيدونا حاجة تضر صحتنا، ومع ذلك احنا بندفع وبنطلع من بنتكلم على حاجة ثانية. يومنا ما في ضرر كتير. انا بتكلم عن ابسط حاجة، بتكلم عن ابسط حاجة. فبالتالي
وبالتالي احنا دلوقتي برضو عندنا عادات معينه سيئه. في عندنا المفروض المشروعات الصغيره هي اللي هتقوم عليها البلد بصراحه. ما وعدكمش ان الحكومه هتوظف، لان الحكومه بتعمل تصفيه للموظفين، لان تكدس الموظفين عمل فساد داخل الوزارات. وانت لما بتروح اي مصلحه وبتلاقي فيها عدد موظفين قاعدين ولا واحد فيهم يخدم، الا لو طلعت له قرشين كده اقول له ماشي يا حالي، صح؟ الدرج مفتوح ماشي تمام. لكن انا لو قننت عدد الموظفين وعملت مراقبه ليهم وقوانين حاسمه ليهم، فده اتجاه الدوله. المفروض بقى العكس، بقى الناس دي تروح تشتغل في المشروعات. انا عندي بستورد من القلم الرصاص لسجادة الصنن، الفانوس، لا حاجات كتيره جدا احنا نقدر نعملها. انا مثلا كان ممكن حد غالي بستورد الترابيزات بتاعت المعمل من الصين. هو انا ما عنديش، انا في التعليم الصناعي ما عنديش قسم نجار يعمل ترابيزات عندي. لكن المشكله بقى في ايه؟ ان انا لما اجي اعمل له مشروع راس المال يعمل بيه مشاكل وروتين والتكلفه هتبقى اعلى والمشاكل الروتينيه. يبقى هنا في قوانين وتخطيط لازم اعمل. ما هو انت لما تيجي تعملي لي مشروع وتديني الفلوس لازم يبقى فيه يعني تخطيط ليه. نعم. ايوه، ما انا بقول بقى المشروعات الصغيره دي نعم. الدوله تبقى تحدد المشاريع اللي عايزاها هتسوق بيها البلد او اللي محتاجاها السوق المصري. ايوه. وتدعمه وتجيب اجهزته، هي اللي مسؤوله عن ان هي استيراد الاجهزه، وتدرب الشباب اللي عايز يشتغل الصنعه دي، وتقوم على متابعته والاخذ المنتج منه وتسويقه كمان، والشاب ياخد نسبه من الربح ويسدد برضه، لان هو يبقى كده انا بشغل. انا ممكن البنات نفسها في بيوتها تلاقيها عامله مشروعات صغيره وهي في بيتها تلاقي بتجيب رزقها. فده هدفنا الفتره الجايه من ضمن برضه المشروع بتاعي. المشروعات الصغيره اهم حاجه المشروعات الصغيره. ونتمنى يعني من الله ان ربنا يوفقني، ومن الاهداف الاهتمام بالتعليم حتى الصناعي كمان، ده اللي يقدر يطور البلد. طبعا بشكركم، ولو حد ليه اي استفسار او اي سؤال يا ريت يسالني وانا تحت امركم.